يا هلا ويا مرحبا، مساكم الله بالخير، وبعد شوي صبحكم الله بالخير. وشلونكم؟ إن شاء الله أنكم طيبين، الله يحفظكم. شرفتوني نورتوني، دخلوا حسابي سواء سناب أو الانستغرام، منورين إن شاء الله تلقون فيه ما تحبون وما ترغبون بإذن الله. اليوم جاءت طلبات كثيرة في التيك توك على البسكوت اللي سويته بالتمر. إن شاء الله بحيل الله نصوره هي الليلة يا بكرة وننزله وتشوفوا فيه الطريقة في الانستغرام، اللي بيها روح ياخذها. في بيت شعر نسمعه الكل أعتقد يعرفه، ما في قليل اللي يجهله، اللي يقول يعطي العطاء من كان ضارم بالعطاء، يقلب عطاه من كان خاله لاش أو جده لاش. هذا رجال سلمكم الله قديم. يوم هذا الرجال طال عمركم سارم في ذا الليل قديم في أيام البلو، اللي يركبون على الناقة أو الذلولة والرحول، ولا جاهم الليل وذا ضافوا لهم أي بيت شعر يشوفون فيه ضوء، الأولين يشبون الضوء يخلوها تشب عشان الناس يشوفونه، ترى فلان هذا بيته مضوف وترى فيه قهوة تقهوه فيه وزاد وخير. هذول البيوت اللي عايشين في خير ومن خير، مهم ناس الله يستر علينا عليهم. المهم قام هالرجال وضاف ذا الرجال، دخل على راعي البيت. يوم دخل سلم عليه، يوم قعد شوي إلى الرجال جايب لها قهوته من طرف الضوء، ما سوى لها قهوة، وهم عقب المغرب على المغرب، هذا المغرب المفروض انه سوى لها قهوة، ما سوى لها قهوة. سكت الرجال، قال يمكن توه بيشب ضوء، قال يمكنه ما بعد شب ضوءه بيشب هذا الحين. صب له قهوة من الدلة، يوم صب له قهوة باردة سكت، بلعها وسكت. أذن العشاء وصلوا، قاعد مساكين برد ومطر وشين وجوع وتلاي ضلوع وجاي من بعيد اشتري العشاء. معلم جاي لها بذيك الغضارة اللي فيها من بارد، قال اشرب. قال لا والله ما أقدر أشرب وأنا ميت جوع، أبي لنا أتعشى. قال هذا عشاك يا ضيف الرحمن. قال ويش؟ قال هذا عشاك. قال الله كريم، أنا عارف إن يكذب، عنده غنم وعنده حلال وعنده خير وعنده قهوة وعنده تمر، ضيف الضيف يا مال الشهم. قال الله كريم. قال ما عندنا عشاء. يقوم الرجال يوم خلص قهوة خذ الدلة ورجعها، قام مسكين تلايح في خيمته، بردنا يخلي العظام اللي داخل المخ اللي داخل العظام يرجف، ما عاد بالله العظام. قال الله كريم، يلا برزقنا من تدابيرك مو من تدابيري، ويركض توكل على الله ويركض. وش يسوي الأولين الله يرحم حالهم، ولا الحين النعمة تحذفونها بالزبالة، ربي ما يعاقبنا بأنفسنا ولا بالعالم. المهم يقولوا يرقد، يقول يوم رقدت جات حروة السحر، هم يسمون الساعة 2 1:30 2 3، يقولوا هالسحر، يقولوا بجا وقت السحر إلى شو اسمه اللهم صل على سيدنا محمد، إلى صوت البل ترزم عند الخيمة. صوت البل تعرفون اللي يبغوا ينوخونها ويطلع لها صوت ترغي. يوم سمع صوت البل يوم انبسط فرح، درى إن فيه ضيوف وسكت، ما تحرك ولا قال شيء. إلا يوم طلع راعي الخيمة، ارحبوا. هذاك يوم جاء ما رحب به، يرحب به ترحيب باردة وقهوة عطاه باردة. هو من الرجال يا جماح يقلطهم ويشب الضوء يركب القهوة الجديدة، والرجال منسدح وفي الظلام، تعرفون هم شايفين يشوفهم، هم بيشوفون، هم يشوفونها لكن ما يدرون من اللي نايم، بس ما يشوفون عيونها لأن ظلام. ويقعد يناظر فكرة الله في ذا الرجال اللي قام يرحب. ارحب يا ابن حجرف، ابن حجرف اعتقد انه من حرب، من قبيلة حرب من وراها. ويقوم انت يا ترى والله اني ما ادري عاد، ظنه من حرب بس ما ادري عاد هو صح ولا لا. ويقوم يجمع ويحط القهوة عندهم ويجهزها ويعطيهم القهوة، صب لهم اول فنجان. قال هيا ميد المرافقين اللي مع الامير، قال صب القهوة عام وانا بجي واقوم بواجبكم. يجمع ويروح يجيب الذبيحة ويذبحها ويصلخها ويحذفها في القدر، هو اللي قاعدين يطبخ هو 7 جنانوة. وذا يتفكر في دبر
يوم قعدوا يسولفون والرجال يناظر اسمع سوالفهم محله ما قال. كان راعي البيت ما قالت تفضل ولا قالت تقهوى. طبعا جاب القهوة وجاب التمر وجاب اللبن وجاب الحليب، من خلص شيء ما جابه. وذاك يقول ما عندنا شيء. المهم يقول قد ناظره ويشوف فكرة الله فيه. يقول هالرجال أنت يا ابن حجرة ما قال نادوه ولا شيء، ما قال شيء. يقول يوم خلص العشاء وجهز وحضر وجاب الذبيحة وحطها. قال ابن حجرف يا فلان، قال لي لبيه. قال قوم الرجال اللي راقد ما هذاك الرجال. قال لا والله رجال. قال قوم خليه يتعشى معنا. قال كلا واجبه وتعشى وبشرك بخير ولا عليه. قال ما عليه قوم يتعشى معنا. قال والله نتعشى خلاص متعشى الرجال وشبعان. قال يا بالحلال انا عارف ان شبعان بس ليل اشتى وليل اشتى طويل يمكن مستحي. قوم خليه يتعشى معنا. يقوم أرخمت يقوم هو تثاقل رجليه. هو بينقصك مو بناقصك شيء خليه يتعشى. يقوم الرجال يقوم معهم يتعشى. يوم خلصوا أمسوا يوم أصبحوا قام الرجال وركب القهوة من فجر قبل يقومون وسوى المجمر. بسألكم وش هو المجمر من اللي يعرف المجمر؟ سوى المجمر وجهزه وحط عليه السمن والعسل مو بعسل سمن وبزار وقدمه للضيوف وكفطر وافطر هو يخويهم ذا وهو على راسه ذا الخوي ذا ما يبي. قال أنت يا بن حجرة إن جايينك انخطب فلانة بنتك لي أبيها لي. قال مرحبا ومسهلا مرحبا ومسهلا من القطيم منك ولا أحسن منك يا بن حجرة فارحب واسهل. قام يرحب ويسهل. قال ابن حجرة فما دام تبينا نزوجك هاجر خلنا نروح أنا وياك للمراح اللي هناك فيه مذكور اللي فيها شيخ يملك. أنا ما عندي أحد يملك بنروح له يملكنا وتاخذ مرتك وتسافر. قالوا زين. يقول قالت ابن حجرة توكل على الله نروح لذا الديرة وانت ملك. يقول يوم جينا امشي قال انت يا راعي المخيم ميد الضيف انت يا ضيف الرحمن نقعد هنا لين نجي بنروح لنا شغلته ونجي. قال ابن حجرة لا والله ما يقعد والله ما نمشي الا بك. قال يا بالحلال كل شيء عنده والزاد عنده والخير عنده وش يروحه. قال لا يروح معنا يمكن نحتاج شاهد ولا نحتاج شيء خليه يروح معنا. يوم الله بيفك ابن حجرة ويروحون. يوم راحوا وصلوا لهم مكان بيقعدون فيه وبيريحون فيه يجلسون. يوم جلسوا وقم انت يا المضيف واطمر وركب شبضه وركب القهوة غادي شقردي وكريمة ما شاء الله تبارك الله وسووا لهم ذاك القرص ومرده بسمن وابزار وعطى الامير ياكل. قال تفضل وياخذ اللين اخذ اللين وحطه في الطاسة في غضارة وخذ اليابس اللي على الجوانب واللي محترق واللي خذه وحطه على راسه على قولتهم قشعه وش معه حطه عليها وقال ميد الضيف اللي معه قال هذا فطور كفطر عليه وياخذ الباقي ويأكله الأمير هو اللي معه. قام الأمير وقام ينادي الضيف تعال يا فلان تعال. قال عاد المضيف عنده فطوره وعنده أكله. قال لا ما أنت بحاطن فطور هنا خليه يجينا. قال يا بالحلال فطور عندك. قال ما عليه فطور عندك خليه يجينا يفطر معنا. فعلا جاء قام ذا قدها قال ميد الأمير قال ميد الأمير أنا شبعان. قال وين شبعان منه وانت معنا امشكل. يقول شبعان من لطسة تسبده من فعلة ذا المضيف. فقام يمشي وهم مقبلين عليهم يقول له قصيدة وهي خلوني أقولها في السناب الجاية لأن هذه خلاص بتعدي. وهو يمشي مقبلين على ابن حجرة وهم مفطر بلا جايين عشان السالفة. ابن حجرة نادى قال شبعنا وشبع الذر من ميل ضيفنا وللذر من ميل الكرام معاش ويعطي العطاء من كان ضاري للعطاء ويقلب عطاه من كان خاله لاش أو جده لاش. يا كثر اللاش عندنا. فبعض الرجاجيل يجيب الخنل نفسه ويجيب الكلام لنفسه والحريم ولا وش حادك على الفعل هذا. كان غديت رجال وغديت أنت صاحي وتركت أنت منك العلوم اللي ما لها داعي ولا هو مفقرك يوم يأكل مع الرجاجيل. قلت لك حاطن السفرة خليه يأكل. لكن بعض الناس ياخذ المنقود من الأرض ويحطه على راسه عسى الله يعافينا ويعافيكم يحفظنا يحفظكم يستلم مرنا ومركم. في الكلمات هذه دائما نقول يعطي العطاء من كان ضارم بالعطاء ويقلب عطاه من كان جده لاش أو خاله لاش. إنما نعرف قام ابن حجرة في يوم اسمعه حس
لا هي بعد لها تكملة، أنا ما قلتها لكم ماني حافظتها، لها تكملة. يقول ومن لا يعرب منسبه، ما أدري والله وش قال بعد فيها، أي فيها يعني أنك لازم تعرب منسبك، انتبه تأخذ بنت ذا، وهذا فعله. ما حفظتها، ما كملت لكم عاد القصيدة. المهم أنها قامت يا بن حجرف وسكت، فهم عرف اللغز القصيدة. أنا قالوا من لا يعرب منسبه، يعني إنك تراك وقعت أنت في الفخ. قام ابن حجرف يوم شاف الرجال قام راح يودي المعاميل أو يجهز المعاميل، نشد الرجال قال له إني جيت البارح وما عشاني، واليوم يسوي بكذا وتعبت من فعله، وفعلته مي فعلة رجال، واليوم عرب منسبك يا الأمير، ما أنت في حاجة تاخذ بنت ذا، هذا رخمه. قام ابن حجر. فهذه كانت قصتنا ذا الليل، نختمها بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحفظ بلدنا، يحفظ حكومتنا، يحفظ شعبها الطيب المبارك ودول الخليج، يحفظ جنودنا البواسل، ويحفظ كل مسلم يذكر الله ويخاف الله ويتقى الله في روحه وحاله وباله وعياله وجماعته وربعه. ومن يخاف الله أسأل يحفظنا وإياكم. تمسوا على خير وجعل ليلتنا وليلتكم سعيدة بحفظه ومغفرته. اللهم من استودعت الله نفسي وعيالي وحالي وحلالي، يحفظهم تحت كل سماء وفوق كل أرض، يكفيهم شر الأشرار وغارات الليل والنهار، يفتح لهم فتح من عنده ورزق من عنده بأمره وقدرته وسخرته يا حي يا قيوم، ويجعلها في طاعته يا ربي. استودعتك الله نفسي وعيالي وأحبابي وجميع المسلمين. تمسوا على خير، اجعل ليلتنا وليلتكم سعيدة. في أمان الله.